معنا سياده المستشار مرتضى منصور على التليفون. اتفضل يا مرتضى بيه، مساء الانوار. خطأ. مرتضى بيه بقول لك خطأ. ايه عايزين تعقيب، نسمع منك بص تعقيب. اولا الحكم اللي ادى انذار، طبعا ده انذار مستحق ثم طرد مستحق، لكن في لاعب اسمه حسين دغدغ اللعيبه. لا يعني انا ما شفتش لاعب كده في حياتي. يعني ما فيش لاعب الا ما ضربه ضرب والوحيد اللي ما خدش الانذار الوحيد. لكن دي طبعا لانه في حكام بيحسبوها تمثيليه وفي حكام ما بيحسبوهاش. لكن لو حسبها تمثيليه وادى انذار يبقى طرد. بس عايز اشوف المشهد ده بس بعد اذنك. اللقطه دي هي دي لقطه العمر. انا عايز بس اعرف، انت بدات حديثك قلت هطأ من ايه؟ اقول لك هطأ لي بس الاول بس على كابتن فاروق جعفر. مساء الفل. مساء الفل يا كابتن فاروق. ازيك يا سياده المستشار؟ اتعلمت منك الثقافه الكرويه والله. اسالني في اي حاجه دلوقتي اجاوبك. طبعا العمود الفقري المفروض ما يتغيرش يا فاروق. طبعا، امال ايه؟ ما تلعبش فيه. انا بالظبط، انا ما العبش في الموتور، انا العب في الشكمان، العب في الدركسيون. ما تلعبش في الشاسيه، ما تلعبش في الشاسيه. الشاسيه لا. انا عندي جون، طبعا الجون معذور عشان الشناوي يرجع الثقه ماشي. تمام. لكن عندي في الدفاع 2 غيرتهم. طبعا مع احترامي لشوقي ودودار. لكن انت عندك محمود حمدي وعلي جبر عاملين مطوشه عالميه. صح طبعا. باجي خط النص، لا انا اسف ما احطش احمد توفيق. انا عندي طارق حامد وعندي دونجا، مسمارين ما اتغيروش. تمام خلاص. تمام. وبعدين انا ما لعبش طنطا براس حربه واحد، اسف. اللي لعب طنطا براس حربه واحد يمشي. انا بقول لك يمشي. لا امال لاعب الاهلي بكام بقى؟ لاعب الاهلي لاعب 18 مدافع. ده بقى انا طبعا مع احترامي لنادي طنطا بس النتائج بتاعته. ده نادي مهزوم 5 مرات ورا بعض. تمام. هو الاخير في الدوري. تمام. اجي العبه براس حربه واحد، امال امتى العب ب2 راس حربه وانا بلعب مين؟ خلاص. معروف كان بيعمل ايه في الملعب؟ احمد توفيق كان دوره في الملعب. عايز اعرف انا برضو يعني شوف لسه كنت بقول دلوقتي الاخوه معروف كان بديل، معروف نزل بديل. انا بس عايز اسال سؤال. دلوقتي اي حد بيعمل لك مداخله في مثال الانوار بتاع بالليل دي اللي هو الجمهور العادي بيقول لك اللي كان المفروض المدرب يعمل كذا واللاعب كذا وده كذا. خلاص صحيح. عندك وجع عند غيرك بيبقى مقبول. اول ما اتكلم انا لا شوف بيتدخل، شوف بيعمل ايه. لا انا اتدخل وبتدخل، دي مسؤوليتي. لما اشوف مركب انا القائد بتاعها ابتدت تتخرم، انا جايب لعيبه احسن لعيبه في مصر. ما اكسبش طنطا اقل من 6-7. وبعدين ده مش ماتش طنطا، ماتش المصري زيه. مصر كان احسن مني 100 مره. صحيح. وقبل ماتش المصري ماتش انبي، وقبل انبي كان في التعدين. كل دي مطوشه. وبعدين اذا كان عندنا كمان حجه سابقه ان افريقيا ما عنديش لعيبه عشان مصابين والقايمه، انا النهارده عندي 25 لاعب. هي القايمه قبل ما نعدلها كانت كام واحد؟ قبل التعديل كانت 25. صحيح. مظبوط. تمام. انا نعم تمام. انا عندي 4 مصابين وعندي 25 في قائمتي. انا بقى اللي بوظف. وبعدين شيكابالا لما ابتدى يرتفع ومستواه يطلع رحت مطلعه. وعندي ناس واقعه في الملعب. واخد بالك؟ يعني انا بصراحه انا مش مبسوط من المباراه. مش مبسوط من النتيجه. طنطا بيلعب 10 وانا فايز بضربه جزاء. واخد بالك؟ 35 دقيقه بيلعب 10 لاعبين. وبعدين انا راجل النهارده، انا راجل محامي مش مدرب. طنطا الراس حربه بتاعها مش طلع بره، مش كان راس حربه جوده ده؟ خلاص اروح مزود راس حربه تاني. وبعدين لما اجي ازود راس حربه تاني انا عايز اظبط خط النص بتاعي. احمد توفيق واضح ان هو في حاجه مش مظبوطه عنده في خط النص. عندي طارق حامد عالمي، هو ودونجا الملعب 100 مش كده؟ طارق بيدافع ودونجا بيطلع بيهاجم. وبعدين انت راجل النهارده عندك ريكو بقاله كتير ما لعبش وجاي من اصابه. لما لاعب ستانلي هو جاي من اصابه، وحفني جاي من اصابه، وريكو جاي من اصابه. مش كلهم جايين من اصابات؟ صحيح. كلهم جايين من المستشفى. واخد بالك؟ وكل واحد من الحاله النفسيه. انا مش لاعب كوره دلوقتي، كنت زمان. الحاله النفسيه بيبقى خايف على رجله عشان ما يصابش تاني. فهيبقى عنده حرص شديد جدا وهو بيلعب الكوره. وده اللي شفناه من ستانلي. يعني حسين ده واخد ستانلي 3-4 ورا بعض، ستانلي خلاص استخبى. تمام؟ ليه؟ لانه جاي من اصابه. ستانلي لو هو اصلا سليم وبقاله 3-4 اشهر بيلعب مش هيقوم حسين ولا 100 حسين. انا حزين على الاداء، مش فرحان بالاداء. انا سالت قبل المباراه الحقيقه مرتضى بيه، يعني البعض بقول لهم يعني هل ده تشكيل؟ الحقيقه كلنا كنا يعني اولا حضرتك نسيت تمسي على الكابتن ايمن يونس والكابتن هاني رامز. كابتن هاني ازيك؟ مساء الخير يا ست مصطفى. ازي حضرتك؟ يوسف قمر.
تمام. يوسف يا قمر ايمن يا حبيبي ازيك؟ شفت بتتكلم في الكوره ازاي بقى؟ انت جامد اهو. انت مندهش انا بتكلم في انت بصراحه لا بالعكس، ده هو كلامك صح قوي يعني بصراحه. الكلام يعني وانا بسال قبل المباراه، فقلت لهم هل مقبول انه الكابتن مؤمن سليمان يشرك هذا العدد من اللاعبين ويبعد مجموعه مهمه جدا؟ فكان الرد اقسم بالله هذا حدث، ده مؤمن مش هو اللي حاطط الفريق. مين امال بيحط الفريق؟ ده سؤال، ده جالي الرد كده والله. مين اللي قال لك مش امال مين اللي حاط فريق؟ ما انا بسال حضرتك، هل هو حد، هل مدير الكوره بيحط الفريق؟ هل الكابتن محمد صلاح؟ هل رئيس النادي بيتشاور قبل يعني؟ قسم بالله لا اله الا الله. ولا تروح مطوشه اصلا ولا تعرف التشكيل ده غير وانت بتتفرج في البيت. يعني هيك شفته زيك زينا التشكيل على ارض الملعب. ما بيروحش الماتشات. واكلم احمد جلال في الماتش واحمد مرتضى خلاص في ايه ده اللي انا شايفه ده؟ ايه القرف كده طول الماتش؟ ما بيروحش. انما لو ممكن يكون اسمه ايه ده جامايكا اللي بيحط الفريق. طب السؤال الثاني يا مرتضى السؤال الثاني برضه سالت، قالوا ما الراجل معذور هيعمل ايه؟ ما هو مره لا مش معذور المره دي. ما انا هكمل لحضرتك. معذور ليه؟ اتفضل. فقلت لهم ليه معذور؟ قالوا الراجل قاعد على كف عفريت، ده كان النادي بيدور على مدير فني لمده 15 يوم، لما ما لقوش مدير فني خلوه، فالراجل ما عندوش اقدام على قياده المباراه. كلام مش مظبوط، ودي حجه واهيه، وهو لو شايف كده يمشي. كلام واضح. لا ده الراجل بعد الماتش بتاع المصري كلنا زعلنا وحزننا، وبعدين هو لم يتقدم باستقالته بارادته على فكره. بمعنى انا واضح. انا قلت المجلس الجهاز كله يجيب استقالته. ونقعد نبحث بقى بصراحه ايه الاسباب اللي وصلتنا لكده. احنا كان عندنا فتره توقف 12 13 يوم مظبوط. نقعد نفكر ايه اللي حصل. فقعدنا فكرنا. اولا ما كلمناش حد خالص، على مسؤوليتي ما كلمناش حد خالص. ما كلمتش ايهاب جلال بشخصيا؟ يا بيه ما حصلش الكلام ده. محمد عبد السلام ده بيقعد يهرج. تمام. ده راجل عايز يعمل منظر في اي حاجه خلاص يعني. سيبك منه، ده خلاص بني ادم خارج السيطره. خد مني انا. وده اللي انا قلت لعمرو الجنايني، من فضلك الراجل ده ما يتكلمش عننا، لانه بيقعد يتاجر، وانا الزملكاوي وعايز ادي اللعيبه مش عارف مين وادي المدربين لمين. يا عم خليك في حالك وخليك في البورصه بتاعتك، واخد بالك؟ من فضلك بلاش دعوه بنادي الزمالك. خلاص؟ الفيلم ده اتعمل معانا في اسمه دون الشيخ، وفي اسمه باسم باين كان عندهم باين احمد الشيخ وباسم وميدو جابر نفس الفيلم. يبدا ب 2 مليون، يقول للاهلي مرتضى دخل في الصفقه، يعني اعتبرنا انا الغزولي اللي هو بتاع فيلم اتحاد كاريوكا وفريد شوقي، واخد بالك؟ الغزولي بتاع اسكندريه بتاع اسكندريه واخد بالك؟ فالمره دي بقى احنا القصه اتفهمت خلاص يا محمد عبد السلام. عيب تعمل ده مع واحد شبراوي مرود الفرج. خلاص المره دي بقى الغزولي مش هيشتغل معاك. انت عايز ترفع في اسم المدرب بتاعك، دي مشكلتك. نعم. بالنسبه لكابتن حلمي طولان، انا المحامي بتاعه على فكره. هو جه ومؤمن عندي، مش ممكن اكون بتفق مع حلمي ومؤمن عندي. اذا كان جالي حاله لوسه عقليه يعني. يعني هقابل المفروض يعني دول ضراير، هقابلهم مع بعض ازاي؟ تمام؟ فسلموا على بعض وبسوا بعض، والمؤمن قعد، وبعدين حلمي طبعا راجل مؤدب جدا، ممكن يجي نادي الزمالك، بس من فضل حضرتك لو عايزنا نيجي الزمالك كلم الكابتن الحاج فرج عام. فانا بصراحه ما بحبش يعني واحد بيدرب في نادي خلاص. فانا عملت اللي عليا، قلت فرج عام اساله كلمتين. تزعل لو خدت منك حلمي؟ قال لي ازعل. قلت له الاول لانه قال لي قوي وطاق، قال لي وطاق. قلت له خلاص هو عندك. طب ما كل الكلام ده ممكن يكون وصل للكابتن مؤمن برضه يا مرتضى؟ يا بيه ما يشتغل بقى، عايزه يشتغل بقى يركز. الله خلاص انت اديته الثقه يشتغل. كويس. الراجل اتغلب 5 واتغلب 3 واتغلب مش عارف ايه، ولا حد كلمه، ده اشتغل. صح. وبعدين قصه علي جبر، انا مدي تعليمات، ما عنديش لاعب يتوقف. انا عندي لاعب غلط اقدمه بالفلوس. انا مش هعمل نفسي. ده انا النهارده وقفت علي جبر، احتاجته ماتش الاسماعيلي، اعمل ايه؟ اتحايل عليه؟ كلام سليم. وبعدين كل يا جماعه في اوضه مغلقه. انت عندك مشكله مع لاعب في اوضه مقفوله، مش مصر كلها تتكلم عنها. هي بيه ما ينفعش. طب انت حضرتك النهارده بتلقي لوم التشكيل على الكابتن مؤمن بمفرده. انا سمعت قبل كده حضرتك قلت محمد صلاح يتدخل في التشكيل ويتكلم، هل هذه مسؤوليه خالصه المؤمن؟ انا بكره اجيب محمد صلاح وجايبهم كلهم اسال محمد صلاح. انت ما بتتدخلش امشي. ما بياخدش برايك امشي. ما هو يبقى كلام كده يا جماعه. يعني انا اسمه ده الجهاز المعاون. معاون يعني ايه؟ يعني انا اخد رايك تمام، ما ماشيش اللي في مخي.
انا بقول لك مش مبسوط المختصر الكلام، انا مش مبسوط من الزمالك في الدوري. المختصر الكلام انا مش مبسوط من الزمالك ماتش سان داونز اللي هناك. نعم. مختصر الكلام انا مش مبسوط ماتش الزمالك في الوداد المغربي، في اكتر من كده هناك. مش مبسوط. الناس بقى عايزه تشربني الانبساط غصب عني، خلاص هضحك وخلاص. مش مبسوط. ده مش الزمالك، مش دي اللعيبه اللي انا مختارها احسن لعيبه في مصر. لا 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 يعني لا، هو كان عنده فرصه تشكيل افضل بكتير الحقيقه. لا 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 مش ده الزمالك. وبعدين انا عايز اسالك سؤال. ايه قول لي الخطه اللي الزمالك كان بيلعب بيها، هل هي خطه هجوميه؟ هل هي دفاعيه؟ هل هي ملوخيه؟ هل هي باميه؟ انا مش فاهم برضه. يعني انا نازل النهارده عايز ايه من الماتش؟ لو انا عايز اكسب الماتش هكسب 5. نعم. خلي بالك. نعم. لو انا عايز اكسب وعندي الاراده هكسب 5، هكسب 6. خد بالك. انا مش عارف عايز ايه من الماتش. وبعدين انت راجل بتلعب كلام واضح، جبتني يا عم شيلني يا عم. لا شيلني. شيلني، خليني اتكلم معاك. شيلني. شيلني يا كابتن. طيب اتفضل. خلي محمد نصر يشيلني دلوقتي. شالك. اتفضل. محدش يقدر يشيلك يا مرتضى. لا شيلني يا عم. دلوقتي انا واضح. انا دلوقتي عندي قضيه، بروح محكمه الجنايات، هدفي ايه؟ اجيب براءه، اجيب اقل عقوبه. مع كل حاجه ليها واحد ليه هدف. صحيح. مش كده؟ انت هدفك ايه ماتش النهارده؟ ماتش النهارده كان ممكن واحد الكل تعادل. انا بكلمك بصراحه. 0-0. لا، وطنطا راح منها فرص الحقيقه يعني. بالظبط. وطنطا بقول تاني مع احترامي لطنطا كشعب وكمدينه طبعا وكفريق. طبعا. وخالد طبعا مدرب محترم جدا. بس ده ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. مش ده الزمالك اللي احنا صرفنا عليه ملايين. مش ده الزمالك اللي كله منتخب مصر منه. صحيح. انا مش مبسوط. انا كده احط قوسين، انا هطأ. ولو فرح الواد باسم النهارده واروح بقى الفرح ممكن اطق في الطريق. وبعدين دي يا كابتن تقول اجيب مدرب اجنبي كلهم نصابين، كلهم نصابين. فيريرا على فريرا على فتيرا على كل دول نصابين، كلهم نصابين. يجي ياخد الدولارات، والدولار دلوقتي ب 16 جنيه وخرب بيته وما بيعملش حاجه. تيجي تجيب مصريين، تجيب واحد من ولاد الزمالك جوه الزمالك يعملوا 3-4 ماتشات حلوين، وبعدين تجي له بقى الحاله الغرور وبتاع ويقعد يلعب في الموتور. طب عايز اسال حضرتك سؤال يا مرتضى بيه. يعني مع كل الاحترام للكابتن مؤمن طبعا سليمان، وانا اسف لانه مش من حقي ان انا اطرحه، بس انت بستاذنك يعني. ما فكرتش ابدا في الكابتن طارق يحيى؟ هل في اسباب خاصه ولا حضرتك مش مقتنع بيه كمدير فني؟ طارق يحيى راجل كويس جدا، بس عايز اقول لك حاجه. طارق يحيى كان بيدرب الشرقيه، بعد ما مشي الشرقيه كسب من غير مدرب. طب انا اعمل ايه؟ ما انا بقول بصراحه برضه. نعم. هو طارق ده مدرب جميل جدا وعظيم جدا، كان بيدرب نادي الشرقيه. اول ماتش في الشرقيه يكسبه كان غير مدرب. ما هو في حاجه مش يعني في حاجه مش مظبوطه. يعني بس مش هنحكم عليه في لا يعني انا عايز اقول لك مش ده المقياس يعني. لا يعني بقول لك هو مدرب كويس جدا جدا جدا. انا اسف ان انا طرحت الاسم، انا بعتذر. انا بعتذر. لا هو مميز. حتى لو انا بفكر فيه انت برضه عندك ناس يقول لك يا عم ما كان بيدرب الشرقيه يعني انت هتقعد تفكر. لا بس الزمالك باللعيبه اللي انت جايبها دي كلها معلش كويسين لو طاعوا ربنا وبطلوا غرور. انا عارف ان حضرتك ما فكرتش في كابتن فاروق لانه محلل عندنا هنا واحنا لا يمكن نسيبه، بس احنا بنطرح السوق يعني. تمام. بص فاروق جعفر الثقافه الكرويه عنده عاليه قوي. خد بالك فكره. ده الكوتش كبير. فاروق جعفر بص صاحب فاروق جعفر صاحبه جدا جدا جدا، وهو ما بيشتغلش معاك. صاحبك وجميلك جميل ويعزمك كل يوم عند بحه وياكلك بومبار وكرشه وفشه ومية مية. تمام. فاروق جعفر هيخش النادي هيتحارب من 10,000 واحد. خد مني انا عارف خلاص حفظت النادي. نعم. انا حفظت النادي. لا واحنا مش مستعدين ان احنا نفرط فيه على الاطلاق يعني بصرف النظر عن اي اعتبارات. لا وشايف الشياكه كمان. طبعا. شايف يا كابتن مدحت، انا بقول لك اهو، لا انا ولا حد من جمهور الزمالك مبسوط من 5 مرات دول. طيب. الزمالك اسمه فن وهندسه، فن وهندسه. صحيح صحيح. متعه ومدرسه. بالظبط متعه. خلاص. الزمالك انا لا شايف فن ولا شايف هندسه حاليا فعلا. انا شايف حاله من العك. واخد بالك عندي كوكبه كبيره من زي مثلا مجلس النواب. احسن اعضاء معينين ومنتخبين واحزاب وقوائم ومستقلين، واسوء اداء. انا بكلمك بصراحه. ده تقييم حضرتك، احنا مالناش دخل. انا اقول لك اسوء اداء ليه؟ عشان 10-15 واحد عاملين شوشره في المجلس، مع ان الناس كلها الموجوده المحترمين جدا جدا. احسن ناس بقول لك احسن. طب هل ستكون هناك شوشره غدا في نادي الزمالك ولا حضرتك تجتمع فقط بالجهاز؟ لا اجتمع بالجهاز طبعا. فقط. طيب. لازم طبعا اعرف اللي بيحصل. يعني لازم اعرف احمد رفعت ده ما بيلعبش ليه؟ ولازم اعرف مسعد هيرجع امتى؟ ولازم اعرف احمد توفيق مكانه فين بالظبط. واذا كان تعبان ريحه شويه، خليه. انا راجل صريح. تمام. خلاص. وبعدين زي ما قلت لك انت عايز تبدل وتدور انا معاك. بس ما تركب الدوري.
وتركب الدوري فرق 5 6 نقط بالظبط. اقعد تدلع بقى ودور. لا النهارده ومباراه المصري كانت محفوفه بالمخاطر. مرتضى بيه انا بشكر حضرتك ونتمنى لك كل توفيق. سلامة حياتي الاخوه. يا رب يخليك، بشكرك شكرا جزيلا.